السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ويلا بينا نبدأ. عندنا متابعة، أصغر متابعة في القناة، متابعة أسوانية زي القمر، طالبة طريقة الجيلي. تمام؟ النهارده قلنا نعمله لها وناخده معانا كده كده الإيه الأنس ومالك. اتصلت بيهم ولاد أخويا قلت لهم أجيب لكم إيه حاجة حلوة معايا، قالوا لي عايزين جيلي عمته. فقلت إيه بقى نعمله المتابعة القمر، هجورة تشوف الطريقة وفي نفس الوقت ناخده بقى لأنس ومالك طالما هم طلبوه برضه. بصوا بقى يا بنات، جبنا ايه، جبنا باكو جيلي في 3 اكياس، احنا خدنا كيس واحد بس، وحطينا فضينا كيس الجيلي عليه كوبايتين ميه، كوبايه ميه سخنه قوي وكوبايه ميه ساقعه. ليه كوبايه ميه سخنه؟ عشان خاطر يتقلب معاكي والماده الجيلاتينيه بتاعته تتفعل بالميه السخنه. حطينا معلقه سكر، وحطينا الكيس الجيلي، وحطينا كوبايه ميه سخنه قوي وكوبايه ميه ساقعه. تمام. وقلبناه كويس زي ما انتم شايفين كده يا بنات، او مش لازم الميه ساقعه، يعني ميه من الحنفيه مثلا وكوبايه الميه السخنه اللي هي لازم، اللي هي هتدوبهولك، اللي هتدوب لك الجيلي كويس. تمام. وبعد كده بقى الفاكهه اللي عندك فاكهه حطي، ما عندكيش خلاص، عندك موز ماشي، عندك فراوله ماشي، تقطعيها في البولات زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تنزلي عليها ايه بالجيلي. بصوا الكيس الواحد بس عمل 6 بولات. حطيته في التلاجة من تحت و... ومش بيبقى ساقع قوي، يعني انت لما بتطلعيه من التلاجة ما تقلقيش على ولادك، لما بتطلعيه من التلاجة بيبقى الطعم العادي، يعني مش بيبقى الساقع اللي هو الاوفر المتلج اللي انت تخافي على ولادك منه الايام دي يعني. تمام. ومفيد وصحي، يعني حاجة كويسة للولاد وحاجة سهلة. عملناهم زي ما انتم شايفين يا بنات كده 6 بولات بقول لكم بالكيس الواحد. هسمعكم آراء دلوقتي الولاد اللي أكلوا منه بقى. استنوا كده، مالك إيه رأيك في طعم الجيلي؟ طعمه حلو أوي، شكرا يا عمته. حلو عجبك؟ حلو أوي بجد؟ أيوة. بالهنا والشفا يا حبيبي. إيه رأيك يا ياسين؟ إيه رأيك في الجيلي؟ طعمه حلو؟ طعمه حلو قد إيه؟ قد قد السما والبحر. حبيبي. اهو بصوا يا بنات، والله 10 دقايق وخدته معايا اهو، والولاد دقوه وعجبهم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، حاجة سهلة، أهم حاجة إن هي حاجة سهلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وأمنه يا حبايبي.